بسم الله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. أما بعد، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. احنا لما نيجي نبص على ترتيب الآيات من أول 125 الكلام كان عن البيت، وبعد كده في 126 المحيط بالبيت اللي هو البلد، وبعد كده رجعنا بقى على التطبيق العملي، فكرة نقل الكلام، نقل الدعوات للتطبيق العملي. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت، يبقى بيت، بلد، بيت. طيب يبقى احنا دخلنا من المركزية للمحيط، وبعد كده عايزين نشتغل على عملية على أرض الواقع. برضو من ضمن الربط ما بين الآيات إن إحنا مش هينفع نبني على أرض الواقع من غير ما تبقى الدنيا فيها أمان. برضو من ضمن الربط ما بين الآيات إن إحنا عايزين رزق هناك. في الآية اللي قبلها 126 عايزين رزق. طيب هنعمل الرزق إزاي؟ بإن إحنا نبني البيت عشان يجيله الناس من كل حتة حج وعمرة، فيحصل التبادل الثقافي والتجاري والاقتصادي، كل انواع الارزاق من الثمرات، ناخد من كل الثمرات. برضو من ضمن طرق الربط خواتيم الآية، يعني ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. في الآية اللي بعديها ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. فاحنا من النار لتقبل الدعاء عشان نخش في الرحمات ونخش الجنة. ده بالنسبة للربط. طيب نرجع تاني بقى. وإذ يرفع إبراهيم، وإذ كالعادة يعني أذكر، استحضر. يرفع هنا فعل مضارع، يعني استمرارية الرفع والبناء بالجهد، مرحلة ورا مرحلة. المشهد عمال يتكرر. القرآن عايز يجسد الصورة دي اللي هي يزرعها جوانا، كل واحد فينا يرفع القواعد عنده، يربي الأساسات عنده، يرفعها يعني بنيانا ومقام. احنا محتاجين نشتغل وما نستناش تسقيف من حد. سيدنا إبراهيم هنا بيرفع في صحراء، مفيش، انت لازم تبقى متخيل الموقف. هو مفيش حد بيسقف. ومش بس كده، ده لسه رب العزة قايل لي ايه؟ واني جاعلك للناس امام. قال اني جاعلك للناس امام. انا امام للناس، انا ابني ازاي؟ لا. فانت اذا كان سيدنا ابراهيم بيتولى المسؤوليه بنفسه، يبقى انت المفروض ان انت تشتغل على مسؤوليتك بنفسك، ما تسلمهاش لحد تاني. عندك بيت، اشتغل عليه صح. عندك اولاد، ربيهم بنفسك صح. عندك مسجد، عندك دعوة، عندك علم، كل ده تشتغل عليه بنفسك، اختمه بنفسك. فالدين هنا مش كلام، الدين شغل. طيب برضو في في يرفع القواعد. انت محتاج تشوف الاساسات بتاعتك، الاساسات بتاعتي سليمه ولا لا. احنا هنا شغالين على القواعد قبل ما نشتغل على السقف، عشان ابني اشوف اساس الدين عندي، الصلاه اخبارها ايه، اساس الاخلاق عندي الصدق والامانه، والدنيا بتتغير على حسب المصلحه ولا لا، اساس عملي هو حلال ولا حرام. فانت
لما بتلاقي ان في نقطة معينة في حياتك متهزة مهزوزة، محتاج ترمي، تسيب بقى وترمي اساسات تاني عشان تشتغل على نظيف. آه ذكر سيدنا إبراهيم ده تشريف، وإن الموضوع دوت حقيقي وكل الأديان عارفة بيه. آه الفكرة بقى إن هو إذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، وجود المفعول به في وسط اتنين فاعل إبراهيم وإسماعيل، ده بيقول غالبا إن فعل سيدنا إبراهيم كان أكبر بكتير من فعل سيدنا إسماعيل، وإن كان الموضوع مش حاسس إن هو هيصب معانا قوي يعني، بس هي أنا بنقل الكلام بتاع الأئمة. تاني نرجع تاني لموضوع القواعد. احنا مش مستنيين نتفرج على المظاهر، محتاجين نشتغل على الأساسات. فكرة إن أنا أبقى الدكتور أحمد المتدين كصورة ونيتي سيئة، أنا رحت ورا الشمس. قبل ما أعلم اللي قدامي محتاج أشتغل على نفسي، وده قلته لكم كذا مرة قبل كده. احنا محتاجين أنا لما باجي أقول الكلمتين اللي أنا بقولهم، أول واحد بحاول أطبقه على نفسي هو أنا أكتر واحد بستفيد من الموضوع ده. طيب من البيت، قواعد من البيت دي اللي هي مكة، مش كده؟ طيب، وقلنا ان احنا لما هنطبقها يبقى هنخش على البيت بتاعنا احنا كمان نشتغل عليه، المساجد اللي قريبة نشتغل عليها. كل الكلام ده لازم يتظبط. طيب، وإسماعيل فكرة التكامل، بلاش أنا وبس. الموضوع ما بيبقاش مشروع فرد. فكرة إن أنا أبقى أنا لوحدي بس اللي ظاهر في الصورة، أنا كده لبست في الحيطة. وبعدين بمجرد ما الموضوع وقف، أنا وقفت، الموضوع خلاص خلص. بس لما يبقى في امتداد، في سلسلة ورايا، فأنا حتى بعد ما أنا وقفت العداد شغال، وده اللي احنا أصلا عايزينه. احنا شغالين عشان الموضوع دوت إن ينسأ في الأثر بتاعنا، مش بمجرد ما أخش القبر خلاص كده خلص. عشان كده ربنا بارك في علم الأئمة، لأن هم اللي كتب وراهم التلاميذ بتاعتهم، فعلموا جيل، الجيل سلم جيل سلم جيل سلم جيل، وكان هو الأساس في استمرارية نقل العلم بتاعهم. برضو فيه هنا هو فكرة توريث الإيمان بالفعل. يعني سيدنا إبراهيم بيعلم سيدنا إسماعيل بالطريقة العملية. فأنا فكرة إن أنا ما أخدش ولادي معايا في الصلاة، ما أعرفهمش يعني إيه تسابيح، أنت لبست في الحيط وقصرت مع عيالك. ابنك بيتربى على العبادة وهو في نفس الوقت بيشارك. يعني احنا دلوقتي في العشرة الأواخر، احنا دلوقتي في رمضان، العشرة الأواخر داخلة إن شاء الله عليها، هننام نصحى اللي هي جت. انت لازم تشارك، وانت لو ربنا منن عليك بالاعتكاف هتسيب العيال ازاي؟ فانت كمان لازم تشتغل عليهم. طيب، اشتغل ومعاك حد يكمل من بعد. يعني سيدنا إسماعيل هو التكملة اللي بعد. فانت وانت شغال حط في دماغك الحتة دي، ربنا إسماعيل ربنا، قمة في التواضع، بيبنوا أعظم بيت في التاريخ على وجه الأرض، ومع ذلك لسه بيقولوا ربنا بيتمسحوا
في ربوبية رب العزة عشان يتقبل منهم. بيعترفوا بالملكية والتدبير، احنا عبيدك. دفء القرب، يعني مش اي نداء وخلاص بحاجة رسمي كده وباردة، لا، يا ربنا، يا رب يا رب يا رب يا اللي بتربينا، تقبل منا. شوف انت ممكن تعمل اعظم عمل في الوجود ده بيأسس للنقطة دي ومع ذلك ما يبقاش مقبول. فكون ان ربنا منن عليك بانك تصلي التراويح لسه في نقطة بعديها، ربنا تقبل منا. يا فرحتي انا دلوقتي بصلي التراويح وربنا ما تقبلش مني، يا فرحتي ان انا بنفق وربنا ما تقبلش مني. عشان كده لازم نخضع وما نفرحش بالعمل. بنستبشر بس مش موضوع فرح، انت كمان لازم. ما هو سيدنا ابراهيم او سيدنا اسماعيل بيبنوا اعظم بيت في الوجود ومع ذلك بيقولوا ربنا تقبل منا، وده بيكسر الغرور جوه الواحد، ده مهم جدا. طيب وبرضه الجمع ما بين العمل والدعاء، يعني هم شغالين بيبنوا وفي نفس الوقت بيدعوا، فمش بتقول انا عملت وخلاص، لا، ده كمان انا هدعي عشان ربنا يتقبل. وفي نفس الوقت يا جماعه الخوف من رد العمل علامه حياه، القلب حي يعني الخوف ان العمل يرجع. الموازنه ما بين الرجاء والخوف ده شكل من اشكال حياه القلب. واحنا قلنا قبل كده الخوف الصحي والخوف الغير صحي. الخوف الصحي ينتج عنه عمل، فانا لو خايف بدعي دعيت رب العزه ان هو يتقبل مني. اما الخوف فانا سكنت، بطلت اشتغل، بطلت اتكلم، دي اللي بقت مشكله. فالقلب الحي بيخاف، يا ترى اتقبل ولا لا. او عشان كده انت كل ما بتفهم عن الله بتعرف قد ايه الصحابه كانوا خايفين وما مش بيأمنوا مكر الله، مع ان هم بيعملوا شغل كبير. مسكهم الدنيا والاخره بفضل الله عليهم، ربنا يمن علينا احنا كمان. او فيها فكره التبرؤ من الحول والقوه. كانهم بيقولوا احنا عملنا اللي علينا باللي انت قدرت، يعني اللي انت منيت علينا بيه تقبل مننا. يعني مثلا الامام القرطبي بيقول ان العبد مهما، بما معناه ان العبد مهما بلغ لازم يخاف من عدم الوجود مهما حصل. انك انت السميع العليم، السميع فيسمع الدعاء، يسمع الدعاء، فما فيش داعي للجعجعه في الدعاء، يعني هو سمع، بلاش تعرفني انت بتدعي بايه. طيب العليم فعارف النية بتاعتي وانا ببني مثلا الدوافع ايه، فدي بتخليني ابقى قلقان وان انا اشتغل على النية بتاعتي واحسن. فكأنهم بيقولوا يا رب انت سامع كلامنا وعارف اللي جوانا. اعظم مشروع ديني اتعمل بيه البشر ومع كده اصحابه كانوا مرعوبين من عدم القبول. حاجة حقيقية في منتهى القوة والجمال. يعني شوف انت بتقول الكلام دوت وانت عارف ان شاء الله ان برحمة ربنا هيتقبل، بس لازم تبقى مكسور، ما يبقاش في نوع من انواع العجب بالعمل. يبقى من اقوى النقط اللي في الايه وانت بتشتغل خاف لما تتقبلش، فادعي بمنتهى البساطه، تصلي قول يا رب تقبل انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت الغفور الرحيم. تتصدق يا رب تقبل، بتنشر خير يا رب تقبل. الخوف من عدم القبول بيحميني من الغرور. برضه تخلي قلبك شغال مع ايدك، يعني هم شغالين بالبنى ومع ذلك لسانهم شغال بذكر.
ف ف ف وانت بتشتغل استحضر نية، وانت بتربي استحضر نية، وانت بتجتهد استحضر نية. افهم ان القبول اهم من الانجاز. قبول العمل اهم من يا فرحتي عملت محاضرات كتيرة ما اتقبلتش عند ربنا. عملت انا ايه بقى كده؟ انا كده دخلت في الحتة بتاعت ان انا ما جاتليش منها الا خلصت باقة، وجعت عينيا وجالي صداع، قعدت تعبت من القعدة وفي الاخر ما وصلتش لحاجة. ربنا يتقبل منا، ربنا يتقبل منا. من ضمن الأسئلة المهمة أوي في موضوع السميع العليم ده، لو محدش شاف اللي أنا بعمله هتعمله برضه ولا لأ؟ لو الإجابة يبقى أنت غالبا كويس إن شاء الله. أما لأ، أنا عايز الدنيا تتشاف كلها، أيوة بتتمنى، بس ده ملهوش علاقة باستمراريتك في العمل. سبحانك اللهم وبحمدك نستغفرك ونتوب إليك ونشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله.